حولك أصدقاء ومعارف كثر، ولا شك أن لكل منهم مكانته في ذهنك وقلبك. كيف رتبت أهمية أصدقائك وأصحابك من حولك؟ ترتيب الأهمية هو ترتيب المنزلة التي يحتلها الصديق في قلبك، طريقة تعاملك معه، كاستجابتك لطلباته، ردك على مكالماته، أو حتى توقيرك له في المجلس، ونحو هذه السلوكيات التي تتأثر جوهريا بحجم أهمية الصديق في النفس. فعلى أي أساس رتبنا أهمية أصدقائنا؟ بعض الناس قد يرتب أهمية أصدقائه ومعارفه على أساس مدى المصلحة والمنفعة المرجوة منه، فصاحب المنصب ومن يرجى منه واسطة إلى وظيفة أو خدمة معينة يحتل الأرقام الأولى في قائمة الأهمية. هؤلاء هم من يشار إليهم عادة بجايك من طرف فلان. وقد يرتب بعض الناس أهمية أصحابه ومعارفه على أساس الأنس والضحك والانسجام، أولئك الذين يملؤون السهرات بالحكاية والطرف ويجعلون أحاديث الطريق ممتعة ومسلية. وقد يرتب بعض الناس أهمية أصدقائه على أساس الاهتمام المشترك، يعني مشجعو نفس الفريق الرياضي، هواة الصيد، عشاق السفر، التجار أو أصحاب الفنون ونحوها من الاهتمامات التي يشترك فيها بعض الناس فيتآلفون بينهم، وتصبح علاقتهم ببعضهم أمتن من علاقتهم بغيرهم. هذه بعض معايير الناس في ترتيب الأصدقاء، ولكن ما معايير رب الناس التي عرضها لنا لترتيب أصدقائنا ومعارفنا وأصحابنا؟ تأمل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان حوله كثير من الناس، فانظر صفة الصاحب التي أراد الله لنبيه أن يلزمه ويجعله الصديق المقرب. يقول الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا الله، أي مؤكدات هذه! الملازمة حد المصابرة، واصبر نفسك، ثم تأكيدها بنفي الضد، ولا تعد عيناك عنهم، يعني حتى عينك لا تمل عنهم إلى سواهم، فلا تجاوزهم إلى غيرهم. وهذا منتهى الارتباط. ومن هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؟ هذه مؤهلات الصديق الأكثر أهمية حسب كتاب الله. المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، كما يقول نبينا الكريم: وإن كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن مقتدي. فتش في قائمة أصدقائك، راجع حساباتك، ابحث عن المتعلقين بالله يريدون وجهه واجعلهم على رأس القائمة، أصدقاء القلب والروح. اصبر نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم، واجعلهم الصديق رقم 1 في قائمة الأصدقاء حسب الأهمية. ثم ضع أصدقاء المصلحة وأصدقاء الأنس والضحك والاهتمام المشترك في مراتب تالية. هذه معايير الله، هذه وصاياه لنبيه، اجعلها دائما دليلك في الطريق، وتذكر أن الله نور السماوات والأرض. السلام عليكم.